وقبل ما نبدأ فيلمنا تعالوا مع بعضينا نصلي على النبي، وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وعلشان وجودكم كتير بيفرق معايا فياريت تكونوا مفعلين الجرس علشان اي ملخص جديد انزله يوصل لكم الاشعار على طول، وتكونوا طبعا تنوروني علشان الفيديو ما يحلاش الا بيكم. وجايبالكم بقى ملخص لفيلم حلو قوي قوي قوي، حاجة كده بقى فاخر من الاخر، مزيج من الاكشن والاثارة والرومانسية، حاجة كده بقى بجد واو. بس علشان تستمتعوا معايا بالملخص الجميل ده فانتوا لازم تكملوا معايا للنهاية. وقبل ما ابدأ فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وفيلمنا بيبدأ معانا براسو كان هنا عامل حفلة لديفا اللي كان مربيه وكان معتبره زي ابنه بالظبط، وساعتها كان بياخده هنا بالحضن، وبيكون راسو قاعد هنا مع ديفا في الطيارة وكانوا هربانين عشان يختفوا شوية، لكن ساعتها بيكون ديرو هنا معاه في الطيارة دي، وبيدي لديرو هنا فلاش صغيرة كان فيها معلومات عن القاضي اللي عايز يقتله، وبيقوله انا كلمتكم علشان تهربوا وتركبوا الطيارة دي، وبيطلب منهم يقتلوا القاضي. وبيبقى ديفا ساعتها واقف هنا وبنشن على القاضي ده وهو في وسط الناس، لكن الرصاصة دي بتيجي في الباب الازاز وبتكسره، والناس اول ما بتلاقي كده بتطلع تجري، وبتطلع الحكومة تجري ورا ديفا، وديفا وهو نازل على السلم بيضرب ابوه راسه هنا على السلم ده، ولما الحكومة بتطلع بيلاقوا راسه مرمي على السلم، وراسه بيقول لهم ان في 2 رجالة ضربوني وواحد هرب لفوق والتاني هرب لتحت، وبيهرب ديفا والحكومة هنا بتكون برضو وراه، بس ديفا هنا بيعرف يفلت منهم وبينط من على الكوبري ده في المية، وبيفضل يجري منهم لحد ما بيهرب. وتاني يوم بيروح ديرو لديفا في البيت وبيزعله هو وراسه انهم معرفوش يقتلوا القاضي، وبيرفعوا السلاح على بعض، بس ديفا هنا بيضرب نار بعيد عنه علشان يهديه وبيقوله مش ناويلك على خدر، وديفا ساعتها بيرميله الشنطة بتاعته اللي فيها الفلوس وبيقوله هقتلهولك ومن غير روبية واحدة حتى، وبيطلع ديرو بيدي الشنطة لراسه وبيقوله لو قتله بجد هديكوا ضعف المبلغ ده بكتير قوي. وهنا مانجا كان في البيت بتاع القاضي والقاضي بيخبط فيه، واللبن ساعتها هنا بيتدلق في وش مانجا، والقاضي ساعتها هنا بيضربه بالقلم وبيقوله كان المفروض تقولي انك واقف ورايا. والبنات اللي في البيت ساعتها بيلعبوا هنا يوجي، ومانجا ساعتها بيكون واقف هنا في السوق وبيجي برون علشان يتعرف عليه، وبياخده يتعرف عليه وبيقعد في المركب دي وبيعزمه هنا على حليب بالشطة، ومانجا بيشرب كوباية ورا التانية لحد ما بيتسدل خالص، والمركب هنا بتمشي وبرون بيحاول هنا يوقعه في الكلام، لكن مانجا بيحكي له ان القاضي دايما بيلطش له هنا كتير قوي والمعاملة بتاعته مش حلوة خالص، ولو عليه نفسه يقتله النهاردة قبل بكرة. وهنا مانجا بيبقى ساعتها تصور هنا فيديو بكل الكلام اللي هو قاله، وديفا بيقوله انت لازم تقتل القاضي وانا بقى هستر عليك ومش هفضحك بالفيديو ده، ولو انت ما قتلتوش انا هقتله وهودي الفيديو ده بعد كده للحكومة وانت اللي هتتسجن. وبيطلع مانجا وبيلاقي جوز اخته فيشو رابطين هنا بقه وكانوا خاطفينه، ومانجا هنا بيفكله الطرحة واللزق اللي كان على بقه، وفيشو هنا بيستنجد بيه وبيقول مانجا هنا لديفا ده جوز اختي حرام عليك، اختي بقالها كتير قوي مش بيجيلها عرسان وده الوحيد اللي رضي بيها. والعصابة ساعتها بترمي فيشو هنا في المية وبيهددوه بيه، وطبعا مانجا هنا اما بيسمع الكلام ده بيتحايل عليهم ان هم يطلعوه من المية علشان هو مش بيعرف يعوم، وبيروح ديفا هنا معاه البيت وعساكر الابن ساعتها هنا تمسكه من دراعاته، ومانجا بيقول لهم ده بيكو ابن اختي جاي يساعدني هنا في الشغل، وساعتها بيرمي ديفا هنا الاكل اللي جايبه قصاد البوابة علشان يعدي، والبوابة ساعتها بتصفر علشان اكيد في حاجة معدن هنا، وديفا هنا ساعتها بيتوتر وبيعمل كأن المفتاح بتاعه واقع هناك وان هو اللي بيصفر، وبيدخلوا هنا البيت، وديفا ساعتها بيتعرف هنا على اطفال البيت كله واهل البيت كمان، وبيقول لهم ان هو بيحب قوي يلعب يوجا وبيلعبها كويس كمان، وساعتها بيعمل لهم هنا كذا حركة كده وبيبقوا حبوه قوي. وبيجي القاضي هنا وبيسأل مانجا مين ده، وديفا هنا بيجيب الشبشب تحت رجل القاضي وبيقول له انت جاي من اماكن كتيرة بره، اكيد الجزمة فيها بكتيريا ومش لازم تدخل بيها هنا علشان في اطفال وممكن تتصف في اي وقت. والقاضي ساعتها بيعجب بيه قوي وبيقول لمانجا ده اذكى منك بكتير. وفي اخر الليل هنا مانجا بيصحى من النوم وبيحط ايده هنا على خده وبيلاقي ساعتها في دم هنا، وبيقوم وبيلاقي هنا ديفا هنا بيقطع السمكة وبيخرج منها قنبلة، والخيار هنا بيخرج منه رصاص، والاسلحة مخبية هنا في القرنبيط، والخضار ده
وساعتها بيقوله ان العملية هتتنفذ النهاردة. وبيطلع ديفا وبيوجه المسدس ده ناحية القاضي، وبيكون فيه هنا راجل مبعوث من ديرو علشان يموت ديفا هو كمان. وبيجي مانجا هنا لديفا وبيشغله، وبتيجي راتا ساعتها في الضلمة دي، ودافا هنا بيلبسها قماش على وشها وتليفونها بيقع، والاتنين راتا ودافا هنا بيتقلبوا فوق بعض على السلم. وبتقف راتا هنا ودافا قصاد القاضي، وراتا بتقول للقاضي ان صاحبتها رنت عليها وما كانش فيه شبكة خالص، فطلعت الدور التاني وهي ما تعرفش ايه اللي حصل بالظبط. فبيحكي له دافا ان هو لما شاف الخيال بتاع تليفونها فكره شبح حرامي وحاول يمسكه هنا، وما كانش يعرف ان هي اللي كانت ماسكاه. وبيجي ليا هنا الاجنبي ده للقاضي وبيقول له وحشتني قوي يا صاحب ابويا. فبيقول له القاضي انت اللي وحشني، وعلشان المفاجأة الحلوة اللي انت عملتها لي دي انا هجوزك راتا بنتي. وراتا بتبقى واقفة هنا وراه وبيغمى عليها ساعتها، وبيكون دافا هنا قاعد بيحضر قنبلة، وبيقول لمانجا انه هيزرعها في الاتوبيس بتاع القاضي النهارده، وبيطلب منه يأمن له هنا ظهره. وبيروح دافا هنا بينط وبيتشقلب علشان محدش ياخد باله، وبينزل ساعتها تحت العربية علشان يزرع القنبلة دي. لكن بتيجي راتا هنا وبتخبط ساعتها في مانكا وبتقوله انا عايز استخبى من الواد الرخم اللي هناك ده، انا بجد مش طايقه اقعد معاه خالص. وبتروح تستخبى تحت العربية وبتشوف دافا وبيقول لها ان هو قاعد مستخبي من عمه مانجا اللي مش بيبطل يخليه يطبخ خالص ولا حتى ينظف مطرح الطبيخ. وبتقول له راتا خلاص انا مش هقول انك هنا. وتاني يوم الصبح بيشد مانجا هنا دافا من دراعه وبيوريه هنا كمية الناس اللي هتركب الاتوبيس وان كل دولت هيموتوا ملهمش اي ذنب. فبيقول له دافا ماليش فيه. والقاضي ساعتها بينده هنا على مانجا علشان يجي معاهم، لكن بيحاول مانجا ان هو يعتذر منه هنا باي طريقه، وان هو ساعتها بيقول له ان هو وراه تنظيف ولسه محضرش هنا شنطه هدومه. لكن ساعتها بيجيب له هنا دافا الشنطه وبيكون هو اللي حضرها له بنفسه. وبيقول دافا هنا للقاضي ان هو النهارده هو اللي هيطبخ هو الاكل والعصير ويعمل لهم كل حاجه. وبيركب مانجا هنا وبيبقى قاعد في الاتوبيس ده مرعوب، وبيكون التلفزيون ساعتها مولع وبيتفرجوا على فيلم وبيحصل قنبله هنا في الفيلم. وبيفكر مانجا ساعتها ان الاتوبيس هيتفجر وبيترعب هنا وشويه. وبيجي دافا هنا بالطلبات اللي طلبوها منه، والناس هنا ساعتها بيمسكوا فيه ان هو يكمل معاهم في الرحله. وبيدخل دافا فعلا وبيقعد هنا جنب مانجا، ومانجا بيقول له احسن لك انزل شيل القنبله واهرب بعدها بدل ما نموت كلنا. وهنا مانجا بيكون نايم في الارض وبيفتح عينه هنا على شبوره بيضه وناس ماشيه هنا في السماء، وكان شاف هنا خيالات غريبه كده وهلوسه. وبيجيله دافا هنا وبيقول له اهدى وفوق، انا نزلت عملت كاني هنا بطمن على الكاوتش وشلت القنبله وازرعها مره تانية بس مش دلوقتي. وبيروح دافا هنا بيقعد في جنب وبيزرع قنبله هنا بلوتوث في الموبايل. وبيجيله ساعتها مانجا بيساله بيعمل ايه بالظبط، فبيقوله ان القنبله دي هتشتغل لما اضغط على رقم 4 واكون بعيده عنها 12 متر. وبتيجي ساعتها الجده مايا هنا وبتطلب من دافا يطلب لها نمره كانت عندها، وبتمليه الارقام ساعتها واخر رقم هنا بيكون رقم 4 وبيديها ساعتها التليفون. وطبعا مانجا هنا بيكون مرعوب وبيفضل يجري هنا عليهم علشان ما يبقاش بعيد هنا عن التليفون ب 12 متر، وما كانش قادر يفكر خالص. وبعدها بيحط دافا هنا القنبله في الجيتار بتاع ليه وبيحطه في العربيه بتاعه القاضي، وبيشوفوا راتا وهو بيحطه وبيروحوا بعدها كلهم هنا يرقصوا وبيشغلوا الاغاني وبيهيصوا شويه. وفي الاخر العربيه دي بتنفجر والعساكر ساعتها بيقبضوا هنا على ليه، وليه بينكر ان هو اصلا حاطط القنبله دي في الجيتار وما يعرفش عنها حاجه. وبيطلب القاضي من المفوض ان هو يفرج عن ليه بحكم الصداقه اللي بينهم لانه مستحيل يعمل كده اصلا. وبتروح راتا هنا اوضه دافا وبيتفتش هنا في هدومه وبترن هنا على اخر رقم رنين عليه، وبيبقى الرقم ده هو راسه. وراسه ساعتها هنا بيفتح التليفون وبيقوله طمني ايه الاخبار، وبيهرتل هنا شويه في الكلام. وراتا ساعتها بتشك هنا في ديفا وبتقفل. وبيجي ديفا هنا وبتقوله راتا ان هي شافته لما كان بيحط الجيتار في العربيه وان هي هتدي تليفونه ده للقاضي
علشان يتأكد انك مالكش علاقة بالانفجار ده. لكن ساعتها بيقول لها ديفا طيب اطلعي البلكونة وانا هقولك على سر مهم قوي ليكي ويخصك الاول. وبتمشي راتا هنا على البلكونة وبيقول له مانجا انت هتقول لها ايه؟ فبيقول له ديفا ان هو هيقتلها وهيقول ان هي انتحرت علشان هي اللي ورا الانفجار ده، علشان حبت تقتل القاضي علشان تورثه وتتجوز عشيقة وتهرب معاه. وبيروح ديفا هنا البلكونة وبيبص ساعتها يمين وشمال ولسه هيزقها بتلف راتا هنا وبتقول له عايز ايه؟ فبيقول لها ديفا طب تعالي جوه اوريكي حاجة. وبيدخلوا ساعتها بيوري لها هنا الصورة اللي على الحيطة وبيشاور هنا على الولد اللي في الصورة وبيقول لها مين ده؟ فبتقول له راتا ان ده ديفا ابن عمها اللي هرب وهو صغير. وبيعترف لها ساعتها ان هو ديفا ابن عمها وابن القاضي ده عمها. وبيطلع لمانجا هنا ومانجا بيقول له هو انت ابن القاضي؟ فبيقول له ديفا ان هو كذب عليها. فبيقول له ديفا ان هو كذب عليها علشان يطلع من القرف اللي هو داخل فيه وبيغمز له. وبيكون هنا مانجا بيربط حجر علشان ينتحر خلاص. وبيجي واحد راجل هنا عادي خالص وبيسأله هنا على جس حور ولو هو هيشرب معاه لبن هنا حراق. ومانجا ساعتها بيصرخ هنا في وشه والراجل ده بيمشي من الخوف. وبيكون دافع هنا قاعد بيكمل ربط في الحجر وبيروح له مانجا هنا ومتعصب قوي وبيهلفط هنا في الكلام ان هو هيقتل القاضي بنفسه وهيقتل طارة كمان. وبيكون دافع هنا لازق الموبايل بالبانة في السور وبيصوره ومانجا هنا بيتحط عليه اكتر ودافع هنا بيرميه ورجله ساعتها بتبقى مربوطة في الحبل ومتشعلق. ودافع هنا بينده الناس وبيقول لهم لا سحر ولا شعوذة متعلق من رجله. والناس ساعتها بترميله هنا عملات علشان يتفرجوا اكتر. ومانجا هنا بيطلع من المية والبنات بتاخد التليفون علشان تتفرج عليه. ومانجا هنا بيستنجد ساعتها هنا بدافع ان هما ما يشوفوش الفيديو اللي بيعترف فيه على نفسه ان هو هيقتل. ودافع ساعتها بيقول للبنات بلاش ده متصور وهو عريان. فالبنات ساعتها بتتكسف هنا ومش بترضى تفتح التليفون. وهنا طارة بتكلم دافع وبتقوله مش فاكر واحنا صغيرين لما كنا بنلعب بلي سوا؟ اصل انا في مرة جيت بوستك بعد ما خلصت ماتش الكورة مع صاحبك. وبيقول لها دافع طبعا فاكر. وبيمسك القاضي البرواز اللي فيه ابنه وبيكسره وبيقول لراتا انا مش بطيء الصورة دي اللي خلاك تعلقها. فبتقول له ساعتها حبيت اعرف رد فعلك لو ظهر لنا في اي وقت. فبيقول لها القاضي انا لو ظهر لي انا هقتله انا اصلا مش بطيئه. لكن ساعتها بيروح دافع وبيلم هنا الازاز وبيقول للقاضي علشان مفيش حد من الاطفال اتعور. وبعد ما القاضي هنا بيمشي راتا بتقول لجدتها مايا وهي مشاوره على دافع هو ده حفيدك. فبتبص له ساعتها مايا هنا وبتقول وهي بتفتكر انا قلت من ساعه ما شفته الخلقه دي شفتها قبل كده. وبيروح ديرو هنا راسه المركب ده وبيقوله ان خلاص اخر فرصه هيديها له النهارده. وبيطلب منه ان هو يقتل القاضي بقى ويقتل دافع كمان. وبيضرب عليهم هنا ساعتها رصاص علشان يخوفهم. وهنا بيقعد دافع هنا في وسط اهله على السفره وبياكلوا. وبتقول الجده مايا هنا المانجا ان هي هتجوز راتا لدافع ومحتاجين كلنا نفكر هنا في طريقه يطفش بيها ليه. وبيكلم دافع هنا ليه في التليفون وبيكون ليه هنا بيلعب بيانو. ودافع هنا بيقول له انا الشخص اللي حط القنبله في الجيتار بتاعك وانا حطيتها دلوقتي في البيانو بتاعك ولو بطلت عزف البيانو هيتفجر. وبتروح الجده والبنات بيحاولوا هنا يغلسوا على ليه ان هو يسيب البيانو. وبيكون ساعتها مانجا هنا في المطبخ قدام الخضار ده وبيدي دافع فنجان اللبن هنا علشان يطلعه للقاضي ويخلص عليه. وبياخدوا دافع هنا وبعدها بيروح يشوف الكاميرا من المنظار وبياخدها وبيبص بعيد هنا وبيلاقي برون القناص ده كان واقف ومستنيه يقتل القاضي. وبيروح دافع هنا لاطفال البيت وبيخليهم ساعتها يعملوا بالليزر الاحمر ده على القاضي وكانهم بيلعبوا معاه. والقناص هنا برون بيتشتت وبيفكر ان السلاح بتاعه هنا بايظ. وبيروح دافع هنا لبرون وبيتفاهم معاه بالذوق ان هو ما يجيش تاني. لكن برون ساعتها ما كنش عنده هنا اي تفاهم وكان عاوز هنا يتخانق معاه. والاتنين ساعتها بيمسكوا هنا ببعض وبيكسروا الازاز ده على بعض. لكن دافع هنا بيضرب برون اكتر وبيفضل يضرب فيه قوي وهو برضه بيفضل هنا يعكس كل الضرب عليه. وهما الاتنين بيفضلوا يضربوا ببعض. وبعد كده بيروح بيه هنا لابوه راسه اللي كان مربيه وبيقول له ساعتها ما تبعتش حد من رجالتك تاني يقتل القاضي والا انا اللي هزعلك. وبيقول له برون لدافع انت ازاي تكلم ابوك كده؟ فبيقول له دافع ده الراجل اللي رباني لكن ابويا الحقيقي هو القاضي وانا مش هسمع لحد يقتله. لكن ساعتها بيحاول برون هنا يمسك فيه
لكن دافع هنا بيكون اقوى منه وبيرفع المسدس عليه وبيقول راسه هنا لدافع اقتلني انا الاول، بس دافع هنا ساعتها بيسيبه وبيمشي وراسه هنا بيرميله هنا كلمة ان هو هيقتله هو وابوه القاضي. وبتكون راتا هنا بتحتفل بعيد ميلادها وحاطه صورة امها، وبيجي دافع هنا وبيشوف صورة مليكة عمته ام راتا وبيفتكر زمان لما كان ابوه هنا بيضربه علشان بيلعب بيلي في مناطق شعبية، ومليكة بتيجي هنا بتحوش عنه وبتقول لابوه ان الاطفال كلهم بيتولدوا كويسين واحنا بس اللي هنخليهم كويسين قوي او تربيتهم مش حلوة. ولما دافع هنا كان في المدرسة وخارج لقى صاحبه ميكا هنا بيعيط علشان ابوه اتمسك في قنبلة واتحكم عليه بسجن مدى الحياة، وابو دافع هنا القاضي حكم عليه بكده. وبيروح دافع هنا بيقعد ياكل على السفرة ومليكة كانت بتقعد هنا تأكله ببقه. ولما بيجي القاضي مليكة هنا بتحاول تفهمه ان ابو ميكا هنا مظلوم، وبيقوم القاضي هنا على ديفا ساعتها بالضرب وبيضربه وبيقوله انت تعرف ايه عن القانون وتعرف ايه عن الحكم علشان انت اللي تحكم بيه وتقول ان ده مظلوم ولا مش مظلوم. وبيروح دافع تاني يوم بيكلم ابوه من تليفون وبيعمل فيها ان هو مخطوف وبيقوله الحقني يا بابا ده بيعذبوني، وبعدها بيخلي زميله هنا يحط منديل على الشماعة ويكلم القاضي وبيقول لو انت ما طلعتش ابو ميكا براءة انا هقتلك ابنك. والقاضي بيقول له اللي انت عايزه اعمله. وبيروح القاضي هنا المدرسة بعد الظهر لابنه وبيلاقيه طالع هنا وبيهزر مع اصحابه وبيعرف ساعتها ان هو مقلب، وساعتها بيوديه هنا المدرسة اصلاحية. وبتروح مليكة هنا لدافع المدرسة وبتطلب من المدير ان هي تاخد دافع وتفسحه النهارده، وبيروحوا بعد كده محل اللعب ودافع هنا بيشتري عروسة لعبة، وبعدها بيروح لصاحبه وامه البيت علشان يطمن عليها. وام ميكا هنا واخوها بيحط قنبله في اللعبه بتاعه العروسه، وبعدها دافع هنا بيروح البيت وبيحتفل مع اهله بعيد ميلاد طاره. وبعدها بيرن ميكا هنا على دافع وبيقوله في التليفون ان امه حطت له قنبله في علبه العروسه، وبتبقى طاره هنا في اوضتها وبتجيب العلبه دي وتفتحها، وبيجري دافع هنا علشان يلحقها بسرعه وبياخدها من ايديها بسرعة وبيرمي العلبة دي وبيجري. وبتدخل مليكة الأوضة هنا وبتلاقي العلبة مرمية وبتسأل نفسها هي راتا ما فتحتش العلبة ليه، وبتفتحها هي وبتنفجر فيها وبتموت. وبيقعد دافع وراتا هنا بيعيطوا عليها، وبيبقى القاضي قاعد هنا في الأرض وزمايله الشرطيين هنا بيقولوا له إن هما لازم يقبضوا على دافع ويحطوه في الأحداث علشان يتعلم الأدب. وبيقوم دافع هنا بياخد المسدس من المفتش وبيجري وبيهددهم بيه، وبيبقى أبوه هنا بيزعله وبيقول له كلام وحش خالص وبيضرب دافع هنا عليه طلق وبيهرب منه. وبيروح بعد كده عند بيت ام ميكا وبيضرب الست دي بالنار وبياخد ساعتها حق عمته هنا مليكة منها، وبعدها بيروح يقعد في الجنينة دي وبيفضل يعيط. وبنرجع نشوف راسه والرجالة دي ملمومين حواليه وكانوا بيضربوه، وبيتخيل دافع راسه ابوه اللي كان بينضرب وبيضرب عليهم هنا نار علشان هنا يحميه. وبيقعد دافع مع راسه وبياكلوا سوا، وراسه بيقول له انا حبيتك قوي وهعاملك زي ابني بالظبط. وبنرجع تاني للحاضر ودافع كان واقف هنا في مكانه وكان بيعيط وبيمشي، وبتقف راتا هنا مع جدتها مايا وبتقول لها انا مش عارفه اعمل ايه، انا في الشهر الثالث وبطني خلاص هتبان. فبتقول لها مايا ما تقلقيش هو هيتجوزك عادي، ما هو اجنبي وعندهم الحاجات دي عادي. وبيكون ليه هنا واقف بره وسمع الكلام ده كله، وبيدخل ساعتها وبيقول لهم لا انا مش راجل اوروبي، انا راجل هندي ودمي حر ومش هقبل ابدا بالحاجات دي ومش هتجوزها. وبيمشي ساعتها وبتحضر راتا هنا جدتها ان هي عرفت تطفشه منها. وفيشو كان بيتكلم مع عصابة راسه وبيقول لهم انه هيروح القسم ويبلغ عن ديفا علشان يحبسه، وبيوصلوا بالعربية لكن فيشو بيقرب من القسم ومش بيدخله وبيطلع يجري هنا وبيهرب منهم. وبيرن دافع بالتليفون على راسه وبيقول له اخلع من الحوار كله، فيشو تبعي وهرب، اخلع علشان ما تتأذيش، والكلمتين دول علشان بس العشرة اللي بينا مش اكتر. وبيقعد القاضي قصاد اللابتوب وملف ديره هنا بيكون قصاده اللي فيه كل جرايمه وكان متصور كمان، والفيديو اللي كان متصور فيه ده يجيب له اعدام. وبيجي الظابط راج هنا البيت وبيقبض على ديفا وبيضربه قصاد الكل وبيفضل يضرب فيه كتير قوي. وبعدها بياخد ديفا المسدس من جيب الظابط وبيمسك راج من رقبته علشان العساكر دي تنزل المناديل معاها. وبعدها ديفا بياخد القاضي وبيحط المسدس في دماغه علشان يهدد راج، وبيضرب راج بالرصاص هنا في ايده وبيطلب ديفا من راتا تجيب اللابتوب، وبيركبوا بعد كده العربية وبتسوق هي
شويه وبيكون راج هنا قاعد بيتكلم في التليفون مع ديرو وبيقوله اللي حصل بالظبط وان خلاص دافع لبس في السجن، لكن بيكون بيتكلم بلغه تميلي ومفكر العسكري اللي جنبه مش فاهمها. وبيجي المفوض وبيقبض على راج وبيحكي له لما كان ديفا بيهرب ونط في الميه الشرطه دي حصرته وسلم نفسه وعلقوه وضربوه، وبعدها قعد على الكرسي قصاد المفوض. ودافع هنا حكاله ان القاضي ده ابوه، ولما شافه وهو موجه البندقيه ناحيته علشان يقتله ضرب الطلقه بعيد، والمفوض ساعتها بيتفق معاه ان هو هيشتغل لصالحهم. ودافع بيقول له ان هو هيحمي ابوه مهما حصل، وان هو اللي اتفق مع مانجا. وكمان تفجير العربيه كل ده من تفكير دافع والحكومه. وبيكون دافع في العربيه ومثبت ابوه، والقاضي بيقول لراتا اطلعي على الاسم وسلمي اللابتوب، مش مهم ان هو يقتلني. فبيبص دافع هنا لابوه بيقول لنفسه انا قضيت اسعد ايام من الاسبوع اللي عشته معاك في بيتك وانا مستعد اموت علشانك، لكن برضه ما يحصلكش اي حاجه. وبتكلم مايا القاضي في التليفون وبتقوله اللي معاك ده دافع ابنك. وبيبص القاضي ساعتها لابنه وقلبه هنا بيحن، بس بتيجي تريلا هنا وبتقلب العربيه بيهم في الارض. وبيخرج دافع وبيضرب عصابه ديرو كلها وبيرفع ديرو هنا العربيه بالونش، وبتبقى راتا والقاضي هنا متعلقين في الهوا. وبيروح دافع هنا وبيضرب ديرو بالرصاص، والرصاص هنا بينضرب عليه هنا في تانك البنزين ده وبيخرمه. وبيطلع دافع بياخد الونش وبينزل العربيه، بس ديرو هنا بيضرب عليه رصاصه هنا ترقته في الارض. وبتيجي هليكوبتر هنا لديرو وبياخد هنا ديرو القنبله وبيحطها في العربيه بالصاروخ وبيركب الهليكوبتر وبيطير. وبينده القاضي وراتا هنا على ديفا، والقاضي هنا بيصرخ وبيقول له انت رجعت علشان تموت قصادي وتحرق قلبي عليك، قوم واهرب بسرعه. وبيبقى البنزين خلاص هنا بيجي على ديفا وبيفوقه. وبيقوم دافع هنا وديرو بيضرب عليه رصاص، ودافع بيضرب الطلقه في الحبل بتاع الونش وبيقطعه وبيتشعلق فيه، والعربيه بتنزل هنا. ودافع بيشيل القنبله من العربيه بسرعه وبيتشعلق في الطياره دي وبيرشقها فيها، لكن ساعتها بيحاول ديرو ان هو يضرب نار على ديفا ويشيل القنبله بس مش بيعرف. ودافع بينزل هنا يرمي نفسه في الميه والطياره ساعتها بتنفجر. وبعد كام اسبوع بينزل دافع مع ابوه على السلم وبيبقوا حبايب خالص. وبيجيب مانجا هنا 2 قرايبه اجواس اخواته البنات علشان يساعدوه هنا في الاكل، لكن المره دي فعلا بيكونوا هنا جواز اخواته. والقاضي هنا بيقول لدافع شوفهم كده حد زقاهم علينا ولا ايه النظام. وبيتكلم دافع هنا معاهم، وبعدها بيقول لابوه لا ما تقلقش دول مخلصين خالص واذكياء كمان. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وترخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه مش اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.